انا صورتي طلعت في التلفزيون الاخواني، اتفرجوا، مش انا لوحدي، ده انا والمؤثرين المصريين اللي بيدافعوا عن بلدهم ضد خطط اسرائيل. ده يا عم احمد اكيد الاخوان بيدافعوا عنكم ضد اسرائيل؟ لا خالص، دول بيدافعوا عن اسرائيل ضدنا، وبيقولوا علينا ايه بقى؟ بيقولوا علينا لجان وبنطبل لبلدنا. جايبين كده مذيع عاملينه بالذكاء الاصطناعي بيقول ان الناس دي مطلوب عناوين بيوتهم وان هم لازم يخلصوا مننا. ده يا عم احمد هم ليه مستقصدينكم يعني؟ لان هم جربوا ان هم يغسلوا عقول الشعب لمصلحه مين؟ لمصلحه اسرائيل، لان ما تبقاش اي جيش في المنطقه غير الجيش المصري، فيعملوا ايه؟ يسقطوا النظام. حاولوا عن طريق ان هم يخلوا جماعه الاخوان يغسلوا عقول الناس ويكرهوهم في بلدهم، ما عرفوش يقوموا يعملوا ايه؟ يجوا عليا انا والمؤثرين المصريين اللي بيدافعوا عن مصر وعن الجيش وعن الرئيس. اي حد بيتكلم ضد اسرائيل لا ما ينفعش. اتكلم ضد مصر وشوه سمعه مصر وشوه رئيس بلد، يقعدوا يعملوا فيديوهات مفبركه بالذكاء الاصطناعي واشاعات ومش عارف ايه، ولما يطلع المؤثرين المصريين يوضحوا للناس ويوعوهم يبداوا بقى في تشويه سمعه المؤثرين دول عشان يعرفوا يشتغلوا براحتهم، عشان ما حدش يطلع يوعي الناس. اللي بيدافع عن بلده دلوقتي وحش واللي بيشتم بلده هو اللي كويس ويسقفوا له. اظن دلوقتي انت فهمت ان الاخوان واسرائيل واحد.